دي الصورة الأولى للعربية اللي كانت السبب في وفاة والد اللاعب محمد الشناوي، اللي اتعرض لحادثة صعبة جدا على طريق الواحات، تحديدا عند الكيلو 292. البداية كان الحاج الطيب اللي محبوب من كل الناس، اللي كانوا دايما يشوفوه في الجامع كل يوم وبيقابلوه، كان واخد قطعة أرض عند الواحات، كان قايل للحاج صديق عمره الحاج رضوان ان هو واخد قطعة ارض كويسة جدا هناك، فيا ريت ياخد حتة ارض جنبه ويبقوا قريبين من بعض. وفعلا وهو موجود على طريق الواحات، العجلتين اللي كانوا قدام في العربية حصل فيهم خلل، لدرجة ان عجلة القيادة اختلت في ايد والد اللاعب، وخلت العربية تتقلب كذا مرة من كتر الضربات والصدمات اللي اتعرض ليها ابو اللاعب. كانت شديدة جدا، وخصوصا ان هو عنده 70 سنة، فما قدرش يستحمل كل الخبطات دي واتأثر بيها لدرجة ان هو توفى الله يرحمه، وان هو تم نقله لثلاجات مستشفى اكتوبر. وبعد ساعات قليلة جدا وصل اللاعب محمد الشناوي واهله واستلموا جثمان والد اللاعب، وتم دفنه في قرية المحاويل، ويا رب اكون بنطقها صح لان هي يعني صعبة شوية عليا، في محافظة كفر الشيخ. فالله يرحمه ويغفر له ويسامحه. في ناس كتير بيقولوا اسباب وكلام اهبل، يقولك يعني راجل كبير في السن ايه اللي يخليه يسوق العربية لوحده، ما يخليه يجيب حد يسوق له؟ يا جماعة تعددت الاسباب والموت واحد، سواء كان هو اللي بيسوقها او حد تاني بيسوقها او حتى مأجر عربية او راكب مع ناس تانية، هو ربنا كاتب له الموتة دي. فالكلام اللي ملوش اي معنى ويقعدوا مثلا يحصروا اهله يعني عليه اكتر، فملوش اي لازمة. انتوا ادعوا له بالرحمة وقروا له الفاتحة، هو جميع موتانا جميعا. انما الكلام اللي ملوش لازمة لا. ياما حصل حوادث، اخرها حادثة البنات دي برضه كان على طريق الواحات، انه طريق كده بقينا نسمعه كتير لسه من كام يوم برضه، والبنات اللي دخلوا بسبب شباب مستهتر في عربية نقل كانت راكنة على جنب الطريق. دي حادثة ودي حادثة، بس كل حادثة ليها أسبابها. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه ويرحم جميع موتانا جميعا. وقبل ما اختم الفيديو يا جماعة، يعني ياريت تاخدوا بالكم من منظر العربية، عشان في ناس يقولك يعني خبطة عربية ازاي. في ناس والله يا جماعة بنسمعها بيقولوا كده، يعني ممكن كان يطلع منها سليم. يا جماعة بالله عليكم بصوا منظر العربية عاملة ازاي، لما كوم حديد كده بقت عاملة كده انها دخلت واتعجنت في بعض، من الانسان من لحم ودم، سواء بقى كان كبير او صغير في السن ملهاش اي علاقة، فهيبقى عامل جواها ازاي، واتقلبت كذا مرة. فيا ريت كل الجهابذة اللي بيخشوا بقى يقولوا كلام ملوش اي 30 لازمة كده يستهدوا بالله كده، واحسن حاجة تدعوا بالرحمة.